قالوا التحنيط علم، بس علم محدش عارف السر بتاعه لحد النهاردة. اشترك في القناة واضغط لايك وصل على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في كل معبد قديم كان في غرفة محدش يدخلها غير الكهنة الكبار، اسمها بيت الأبدية. هناك كانت بتبدأ عملية التحميط. أول خطوة كانوا بيحطوا الجثة على حجر أسود اسمه لوح الأبد، ويبدأ الكاهن الكبير يقطع الجسد بآلة ذهبية ويخرج الأعضاء واحد ورا التاني، ويحط كل عضو في جرة كانوبية مخصوصة ليه: الكبد والرئة والمعدة والأمعاء. بس القلب لا، ده ما كانش بيتشال. القلب بالنسبة لهم هو مركز الروح، وهو اللي هيتحاسب قدام الإله أوزوريس بعد الموت. بعد كده كانوا بيملوا الجسم بنطرون ويستنوها 40 يوم بالتمام لحد ما الجسد ينشف تماماً ويبقى خفيف زي الورق. لكن الرعب الحقيقي يبدأ في المرحلة الأخيرة، طقوس استدعاء الروح. كان الكاهن بيقرأ تعاويذ من كتاب الموتى ويحط يده على فم المومياء ويقول: افتح فمك لتعود للحياة الأبدية. دلوقتي العلماء بيحاولوا يقلدوا التحنيط، بس لسه محدش قدر يعمل نفس الجسد اللي ما بيتحللش بعد آلاف السنين. هل السبب كيميائي؟ ولا فعلا في طقوس احنا مش المفروض نعرفها؟ قول لنا في التعليقات.